واش عارف شكون هو الفريق المغربي الاكثر تتويجا في التاريخ؟ الوداد، الرجاء ولا الجيش الملكي؟ واش فعلا الارقام اللي كيهضروا عليها الناس صحيحه ولا كاينين تفاصيل جديده ما كيعرفوهاش بزاف ديال؟ اليوم غادي نجمعوا كلشي، البطولات، كاس العرش والالقاب الافريقيه، ونخرجوا للترتيب الحقيقي. الكره المغربيه عندها تاريخ كبير وفيها بزاف ديال التنافس بين كبار الانديه، وكاين اللي كيتميز محليا وكاين اللي متفوق قاريا وكاين اللي يجمعهم بجوج. ودابا غادي ندخلوا مباشره في الارقام الرسميه حتى 2026، وغتخرجوا من هذا الفيديو فاهمين كلشي وعارفين كلشي على الانديه اللي كتشجع، الانديه الاقل تتويجا قاريا وافريقيا. واش اخوتي مرحبا بكم في هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، وباش ديما نجيب لكم معلومات جداد وندير لكم فيديو جديد كل نهار. نبداو بالفرقه اللي عندها اقل حضور قاريا ولكن عندها تاريخ محترم، الكوكب المراكشي. البطوله جوج ديال الالقاب، كاس العرش 6 ديال الالقاب، وكاس الكونفدراليه لقب واحد. فريق عنده تاريخ كبير ولكن مازال يرجع للقمه. الفتح الرباطي، البطوله لقب واحد، كاس العرش 6 ديال الالقاب، وكاس الكونفدراليه لقب واحد. فريق منظم وكيعرف كيفاش ينافس قاريا. وعندنا طبعا المغرب الفاسد، البطوله 4 ديال الالقاب، وكاس العرش 4 ديال الالقاب، وكاس الكونفدراليه لقب واحد، السوبر الافريقي لقب واحد. فريق دار انجاز تاريخي في 2011 بجوج القاب قاريه في الموسم واحد، وهذا الشيء ماشي سهل. وعندنا نهضه بركه، كاس الكونفدراليه 3 ديال الالقاب، 2020 2022 و 2024، والسوبر الافريقي لقب واحد، وكاس العرش 3 ديال الالقاب، واحد من اقوى الفرق المغربيه في العشرين الاخيره. وعندنا الجيش الملكي محبوبه الجماهير، دابا كنطلعوا شويه شويه في المستوى. الجيش الملكي فريق العاصمه، البطوله الوطنيه 13 لقب، وكاس العرش 12 لقب، يعني هذا الرقم قياسي. والدوري ابطال افريقيا في 1985 اول فريق مغربي يربحها، وكاس الكونفدراليه لقب واحد، وكاس السوبر 4 ديال الالقاب. الجيش الملكي معروف بالاستقرار والتاريخ الكبير ديالو، وخاصه في كاس العرش. ودابا كنقربوا للكبار، الرجاء الرياضي، الفريق اللي عنده شعبيه كبيره، البطوله الوطنيه 13 لقب حتى 2024، كاس العرش 9 ديال الالقاب، والالقاب القاريه دوري ابطال افريقيا 3 ديال المرات في 1987 و 1989 و 1999، كاس الكونفدراليه جوج ديال المرات، والسوبر الافريقي جوج ديال المرات، وكاس العرب الانديه جوج ديال المرات. الرجاء كيتعتبر الاكثر تتويجا قاريا ومتنوع في الالقاب. واخيرا القمه، الوداد الرياضي، واحد من اقوى الانديه في المغرب وافريقيا، البطوله الوطنيه 22 لقب، وكاس العرش 9 ديال الالقاب، والالقاب القاريه دوري ابطال افريقيا 3 ديال المرات، 2017 و 1992 و 2022، والسوبر الافريقي مره واحده. الوداد معروف بالقوه وخصوصا في المباريات الكبيره. المجموع التقريبي ديال الالقاب الرسميه كتجاوز 50 لقب. الا جمعنا كل شيء، الفرق الصغيره عندها تاريخ محترم ولكن محدود. بركان طالعه بقوه في العشرينيات الاخيره، والجيش الملكي مالك كاس العرش. الرجاء الاكثر تنوعا قاريا، والوداد الاقوى في المجموع والالقاب الكبيره. وهذا كيبين ان الكره المغربيه ماشي مسيطر عليها فريق واحد، بل كاين تنافس قوي بين عده الانديه. ودابا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا نسيت شي معلومه على شي فريق اكتبوها لي في التعليقات، وكتب لي هنا فريق كتشجع وشكون هو الفريق اللي كتشوفه الافضل تاريخيا، الوداد، الرجاء ولا الجيش الملكي. وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، باش نبقى ديما ندير لكم بحال هاد الفيديو جديد. يلا.